الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. دام سنة ما ولينا دراما مصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قيشتنا معناي الصبر وحقيقته. معناي الصبر وحقيقته. آية الصبر واتاي تشيا، معناي تشيا، وحقيقتي الصبر تشيا. مريم مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على النبي الأمين. أما بعد، الصبر لغة هو المنع والحبس، وشرعا فهو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التسكي عن التشكي، على التشكي أو على التشكي. واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. بله. أما بيناسي صبرة أقل داوي بيناسم لتان كرد شي لغة شي لاصطلاح شرعا، يعني اصطلاحا أمدو تعريف أنسن بلام أو كان يترد يستيخوني إن شاء الله. وأنا معاني الصبر بوي أما تعريف الصبر اللي هو المنع والحبس. للغة الصبر بمعنى شيء المنع والحبس، يعني خوت منعكي وخوت حبس كي لا أوشتانيك ناتوي، يعني بيكي أو معناه صبرا. شرعا هو حبس النفس عن الجذع، يعني لنفست لنفسوا لدلوا تشيبكي جذع، يعني واتا يعني يشتي خراب، قماني خراب، هل سكوتي خراب بدلت. واللسان على التشكي، عن التشكي وبزمانة شكايتنا كي. والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، وأندام كان لا شد بدستو أو شتاني تر تشينكي، يعني لمشاي خودنا دي لشي خودنا دي جلو برقد ندري ونحوهما. بويا أصل أويك لدلا أقدل آرام قر نبو أندام كان لا شد تشينيتي اشتخراو دربري دسكانت وزمانت اشتخراب أكن. بويا أوي صبر نقري سيرقي قصي خرابك شي خراب لدمي درج في الدروا، وهروها بدستكاني لواني شد بشكيني لخوي بدا جلي أدري همشتيكا أصلا قتشيا أويك لضلوا أرام قرنية ضلي مستقر نية بالي. وقيل هو خلق فاضل. أمانة معاني أذكر معاني الصبر بالسير تنبوت يتوا فرمي اذكر معاني الصبر. ايش لو أنا وقيل هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعله ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. أو تري يعني صبر قردن روشتي جوانا لروشتي إنسان كبي وازد لشيء هنا من فعل ما لا يحسن أو يحسن أو لا يجمل، يعني اشتكي باش وشاك، يعني إنسان خوي أجري خراجر أبي درباريشي درباريشتي ناشرين درباريشتي خراب يجمل. وهو قوة من قوى النفس، يعني هذا قال له إذا كان نفس إنسان التي بها صلاح شأنها كأبيت مايتي كأوي، يعني كاروباري شاك بيت وقوام أمرها. بله. سئل عنه الجنيد فقال: تجرع مرارة تجرع المرارة من غير تعبس. يعني شي كاتك اشتكي طال خوي دم تشاوتي ليتي كرجبت وانا تعبس بويا او كاتك تشي صدمتي تشي بلا مصيبتك تي، يعني او حالتيك بسر كسيتيك اشتكي طال اخوا او بسر ثانيه او معناي صبر قردنا جنيد والي. بله. وقال ذو المصري: هو التباعد عن المخالفات والسكون عند تجرع غصص البلية،
وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. ظنون ألي تباعد عن المخالفات. صبر قدنا أويا لا خرابة وازبيني، أما صبر قدنا أو شتيك مخالفة شرعي خواهي قريبا تولي دور كويتو چی لە قسەی خراپ وشەی خراپ چی لە جستە لێدان و شتشکاندن و ئەو شتانە. والسكون عند تجرع غصص البلية يعني أهرام قربي تشي يعني بلاشات بهين هل نبزيتوا خراب نكي عند تجرع غصص البلية كاتك شون شتيكي طال شتيكي قرص قتدي تشي صغلتي دي تو أو كاتا ك أو خبرت في أدري لا مصيبتنا خوشي قوتي دي ببي أويتي يعني بيتو ديار بي كتونا رازيت. وإظهار الغنى مع حلول الفقر وكاتك تشي فقيري ولا وازي بيد الصلاة دي يعني خطوة بشان دي البدل وبلاشات كتو إنساني شي دولماني بخواي پروردگار أو شتك بسرتها هاتا يعني راضي بي بقسمتي خواي قورا مالي. وقيل الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن أدب. مالي يعني الصبر قدن أويا كتو كاتة توشي بلاتي أدبت هبي برامبر خواي تبارك وتعالى أدبت هبي كأدبي الصابر جيا ويك بلي إنا لله وإنا إليه راجعون وحمد وصباسي خواي تبارك وتعالى بكي وقصي شاقوي وحسن وقماني باش بخواي تبارك وتعالى بري. وقيل هو الغنى في البلوى بلا ظهور الشكوى. مالي يعني كاتي بلا مصيبات تو خود وابيشاندي ك تو دولمني بخواي پروردگار ورازيد بلا ظهور الشكوى يعني شكايات نكي لخواي تبارك وتعالى. ورأى أحد الصالحين رجلا يشتكي إلى أخيه فقال له يا هذا والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. يعني يكره پیاچاکان کسی کی بینی شکایت هکا بو کسی کی تر چی پی فرمو وتی والله ما زدت يعني شتێک زیاد نکرد لەوەی کە يعني کاتێک شکایەتەکەی بو ئەو کەسە شتێکت زیاد نکرد لەوەی نەبێ کە تۆ شکایەتی کەسێکەکەی کە ڕەحمت پێ ناکە وەکو ئەو کەسێک کە ڕەحمت پێکە خۆی تەبارەک وتعالە یا شکایەت لە کەسێکەکەی کە بەڕەحمە بەرامبرت لەلای کێ لەلای کەسێک کە ڕەحمی نییە بەرامبرت يعني و ناتوانین شت بۆ بکە چکە بۆ کار و کردەوەکان هەمووی بەدەستی خۆی تەبارەک وتعالەیە. بەڵێ. وقيل في ذلك وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكي الرحيم إلى الذي لا يرحمه. يعني شكايات كات شكايتەکەی لەلای کەسێک شکایەتەکەی لە کەسێکە خاوەن ڕەحمە و ڕەحمت پێکا و بەزەیی پێتەتێ بۆ لای کەسێکە خاوەن ڕەحم و بەزەیی نییە وەکو خۆی تەبارەک وتعالە و ئیلا خەڵکەکان کەسەکان خاوەن ڕەحمن بۆ ئینسان کاتێ شکایەت بکات بۆ لای کەسێکی وەکو خۆی یان بەشەرێ لە شتێکە لە توانای ئەو بێت ئەوەی کێشەی نییە بەڵام لە چی کێشە هەیە ئەوەی کە تو شکایەتکەی لە لای کەسێ يعني وكأنما خواهي تبارك وتعالى ظلمي لێت کردە لە شتێکە ئەو هیچی بەدەست نییە تو شکایەتی بۆکەی. بەڵێ. والشكوى نوعان شكوى إلى الله عز وجل وهذه لا تنافي الصبر كقول يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أما قوله فصبر جميل. بله أما توين بكين برسيارة أنواع الشكوى يعني دو جور الشكوى هي إيش كان الشكوى كردن بولاي خوي تبارك وتعالى شكايت كي بولاي خوي تبارك وتعالى وكو يعقوب وتيجي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأيوب عليه الصلاة والسلام أي فرموتي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أما شكايت بولاي خوي قورا. وموسى عليه الصلاة والسلام فرمي ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا أتدسك ربا دعاء كذن ليان أمانة شكاية بولا خوي تبارك وتعالى بو أوي حالة يعني أوشتي لسر حالته خوي تبارك وتعالى هل يقري و أو ناخوشي بسرتها هاتوا خوي تبارك وتعالى رزقارتك علي أما يعني شكاية نية لدس خوي تبارك وتعالى بلكو شكاية بولا خوي پروردگار شکوتمان هەموو کارو کردەوەکان بەدەست خوای گەورەیە تو شکایەتی بۆ ئەوکەی بۆچی بۆ ئەوەی ڕزگارت کە
لەو شتانی کە بەسەرتە هاتووە و زۆر جار شکایەتکردن لە دەستی کەسەکان بۆ لای خۆی تەبارەکە و تەعالا ئەمە ئەسڵەکە ئەوەیە تو شکایەتەکەی بۆ لای خۆی گەورە لە دەست کێ دەست مەخلوقاتی تو شکایەت ناکەی بۆ لای خۆی گەورە لەوەی کە خۆی گەورە خۆی توشتی کردووە بەڵام شکایەتەکەی دەست مەخلوقات ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك دعاء ليك مع قوله فصبر جميل لولا شو يعقوب كوتي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله معنى يونيه يعقوب صبر ناقده بويوتي فصبر جميل شكواكم معنى يونيه من صبر ناقده بلكم من صبر قرم بلا مشكايتكم بولا إخوائي قورا بو رزقانم ك لو ناخوشي وصغلتيك بسر ما هذا ودو فرمدي هنا وتوا قول سيد الصابرين اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي طبعا بله أما ليه حدثك ضعيفة عفوا أنه حدث ضعيفة بلا معناه كي تواوى دعاء ودعائك شاكو بختو معناه كان يجوانا بلا آية أو أما طبعا لكاتي ودي في غمر خاصة صلى الله عليه وسلم وهاتوا لا كروج بو طائف بو يدعوهم كبرد باران يعني كردو شيتو من الله كان يعني برداو جاني عليه الصلاة والسلام كقوايا أم دعائي كردوا ملام زانين الين أما ضعيفة النوع الثاني أما نوعية كم بو لا شكوى النوع الثاني من الشكوى شكوى المبتلي بلسان الحال أو المقال فهذه لا تجامع الصبر بل تضاد وتبطله أما أويا كتو شكوى بكي بو مخلوق لا مخلوقات ندس شيء ندس خواهي تبارك وتعالى يعني أو هيك بدسني أو مخلوقات وأروي باسك كي خواهي قال وانا خوش ميكردا وملالي أمسنا وإلي مكردا أما شكايته ولا مخلوق لدس شيء لدس خالق سبحانه وتعالى مراستي أمش غلطة أما وكوتي فهذه لا تجامع الصبر أما هيك كونابت ولا قد صبر قدرون آرام قدن كسك وابو شي بزماني بيلت قلي بكا تيش بتشي يعني بحالي لي بزانيك ناراضيه وشكايتك قال سبحانه تبارك وتعالى بل تضاده وتبطله اما دجي صبر قردن وارام قردنا وصبركت بوشلكاتو بله وساحة العافية أوسع العبد من ساحة الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك غضب عليه فلا أبالي ولكن عافيتك طبعا ماشان فرمودەکەی پێشووە دوعاکەی پێشوو بەڵام ئەلێ لە شتێکمان بۆ دەرەکەوێ کە ئەوەش چییە ئینسان حتا تووشی بەڵام مصیبەت نەهاتووە ئەمە ئێمە کە باسی سەبر ئەگرین و ئارامگردن ئەگرین لەسەر مصیبەت معنای ئەوە نییە ئەمە بڵێین خوایم توش مصیبەتمانکە نە بۆیە چی عافیت باشترە بۆ تو چونکە لەوانەیە تو لەوانەیە یعنی تووشی ناحەڕاحەتی بی سەبر نەگری بۆیە داوای عافیت بکەیت بوي في غمري خاصة همو رجك لا أذكار الصباح والمساء هاتوا همو رجك اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في ديني ومالي وأهلي تاكو تاي دعاك يعني إنسان دائما داواي جيبك عافية بلكو كسك بيني مبتلابو سنة وايا جيب لي الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فضلني عنك كثير من الخلق داواي عافيتك دائما نك داوای ئەو کە خی پەروەردگار تاقید بکاتەوە و توش بەڵام مصیبەت بکە شکلوانێت تحملی نەکەی بەڵام کاتێک کە توشی مصیبەت هاتی سنت وایە و باشتر وایە و کە تۆ چی بکەی تحمل الصبر ئارامت هەبێ بەڵێ ولا يناقض هذا قول صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فإن هذا بعد نزول البلاء فساحة الصبر أوسع الساحات أما قبل نزوله فساحة العافية أوسع. بلى هو بس ما كرت. والنفس مطية العبد التي يسير عليها الجد والنار والصبر لها بمنزلة الخطام والزمام للمطية فإن لم يكن للمطية خطام ولا زمام شردت في كل مذهب وحفظ من خطب الحجاج اقرعوا هذه النفوس فإنها طلعة إلى كل سوء فرحم الله امرأ جعل نفسه
خطاما وزماما فقادها بخطامه إلى طاعة الله وصرفها بزمامه عن معاصي الله، فإن الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على عذابه. يعني إنسان كاتي لبان أسبيك بي يعني سواريك بي يعني رشمكيها بدسيوه ودور رقاها لبيشي بم رشمية أتواني تحكم بك بو يعني اشتيك لجيريتي أو لو أسباء أو دابية بو كام رقا قريش بي بروا أو دور رقايا رقايتي وشيا بهشت وآقر توش نفست وكو تيوايا وكو دابيك وكو أسبيك ورشمكي بدستوتا أتواني بهردو لايان بيبي يعني بولاي بهشت يعني بولاي جهنم والعياذ بالله أوش كطاعتي خوي تبارك وتعالى بك ولا نفسد بك طاعتي خوي تبارك وتعالى بك بلو بهشت بي والله ما قال رشمي بوش شوركي أو طبعا بولاي شورة بولاي جهنم رب بولاي تاوانا كان الروا بو إنسان لله خويتي بتواني صبر بقري لما لو شتانيك خوي تبارك وتعالى كحرامي كرده والله صبر لأقري جهنم ناكا بله. والنفس لها قوتان. أنا برسياريك ما هي قوتا النفس؟ قوة الإقدام وقوة الإحجام. بله. حقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكا عما يضره. ومن الناس من يصبر على قيام الليل ومشقة الصيام ولا يصبر على نظرة محرمة، ومنهم من يصبر على النظر والالتفات للصور ولا صبر له على المعروف والنهي عن المنكر والجهاد. بله يعني نفس دو قوي هي قال كان قوة الإقدام وقوة الإحجام يعني وكو باس ما قلت من أو دابيك لجيرتا بو شاكر روي رشمكي شورك باب الرا بەڵام ئەگە بۆ خراپەڕۆی ئەبێ بیگریتەوە بۆ ئەمە دوو قووەیە بەدەستووە قڵێکیان گرتنە قڵێکیان بەردانە بەری دەی بۆ بڕا هانی دەی بۆ ئەوەی بڕا قوة الإحجام فحقيقة الصبر يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه أويك برلايكي وبروات بو برو تشاكا برو بهشت. وقوة الإحجام قد نوى إمساك عما يضره لو شتاني كزلل بنفس تقيني وباسي خلقية يعني خلقي جورا وجورن كشتيان وك يكنين هي تحملي شونيج وعبادة الزكاة دان وحج وصيام وأمشتاني هي والله لولا تحملناك سير آفرتينك تحملناك دينار حرام نخوا ربا نخوا تحملي وشتانناك بويا أبير لما نبي قريتوا أما مهم تربو أو لويك يعني أو كيتربوي آسانك عبادة وشتا أليراك صبر قدنكي دركوي شو كم عبادة لسري آسانة أيكا بلام آية لا حرام أتواني خوي باريزي ألميان بيوست لسري صبر بقري هيشنا أتواني خوي لحرام بقري بلام طاقت أوينية فرمان بتشاكونه هي الخراب بك يعني أو خيري لا يتي ناتواني بخلقي بقيني بويا بيوست لسري شبكة كهول بدا كأمان بك كبتواني صبر بقي لسروي كدعوة بك ولا خوي تبارك وتعالى. وقيل الصبر شجاعة النفس ومنها هنا أخذ القائل قوله الشجاعة صبر ساعة والصبر والجدع ضدان كما أخبر سبحانه وتعالى على أهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فرمي الصبر شجاعة النفس صبر قردن آرام قردن يعني بلغيتيا كوي نفست بهيزة وبقوتها طبعا أم قولي قائلي هنا والشجاعة الصبر ساعة والله من بهشترين لم قولتيا قولي بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم كفرمي ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب آزاء ونية كاتو خلق بديت الزاوية كس لها قطنية بلام آزاء ويك كاتك أزيت دري كاتك اشتيك بي أوتريا كصبر تبي وأهرام تبي اشتي خراب نكي ويا فرمي والصبر والجذع ضدان يعني آرام قردن ونا آرام قردن ضد يكترن
بۆیە ئەهلی ئاگر چێلێن سەواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ئارام بگرین ئارام نەگرین و ئێمە يعني هیچ شتێک نەجاتمان نادا و بەهانەمان نایە. بەڵێ أقسام الصبر باعتبار متعلقة. ثمان أقسام يعني معناه شيء فرق شيء لقى النوع بس ما كرد لو بيش من تعريف يكون بيتان دا يعني تعريف كرد بوتان وتم القسم أجزاء الشيء الواحد. قسم أجزاء الشيء الواحد يعني شيء أجزاء الشيء الواحد قسم أما شيء ما أما ميكروفونا أما چەند جزء هي سيكا وايري بيوتا وهروها بأم بردا بوي قرص بيجري وهروها مسمعكي أما بيرين قسم بيتا چەند بشوا والله نوع جورا جوري مسمعة أما مسمعة أو مسمعة ولا خطية هر عينا والله مشيا چەند جوري شيء بوي الصبر قسم معناه هي أقسام الصبر باعتبار متعلقاتي يعني باعتباري أويك صبر أبيت تشنجوريكوا يعني هر صبر خوي چەند بشا. بله أقسام الصبر باعتبار المتعلقة والصبر باعتبار المتعلقة ثلاثة أقسام. صبر على أوامر والطاعات حتى يؤديها، والصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقضية حتى يتسخطها، وهذه الأقسام حتى لا يتسخطها حتى لا تسخطها، وهذه الأقسام هي التي قيل فيها لا بد للعبد من أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يصبر عليه. بله أما برسياريك أقسام يعني بشكاني الصبر صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها. صبر بقول سر طاعتي خواي جورا فرمانا كان خواي جورا تاكو جيب جيبك. وصبر على المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها. صبر هبي وآرام بقري لو شتاني خواي بردقار نهي لي كذا وقدغتي كذا قدغي كذا لسرد كنكوي تنايوا. وصبر على الأقضية يعني أوشتاني كقضاء وقدري خواي تبارك وتعالى حتى لا يتسخطها يعني واجب لسر شانت شيء كاتك تشي قضاء وقدرتي هويك يعني نارازي نبي آرام قربي. وهذه الأقسام هي التي قيل فيها لا بد للعبد من أمر يفعله فرماني خواهي قوري جيب جيكا ونهي يجتنبه قدغ كراوليت وازي لبياني دور كويتولي وقدر يصبر عليه. وقدر خواهي قوري صبر بقري وآرام بقري لسري. والصبر أما عين برسيارة أنواع الصبر أو كان أقسام الصبر اختياري واضطراري. والاختياري أكمل من الاضطراري، فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه الصبر الاختياري. ولذلك كان صبر يوسف عليه السلام عن مطاوعة امرأة العزيز أعظم من صبره على ما ناله من إخوته لما ألقوه في الجب. بله الصبر بتماندو جورا أمش يكم اختياري دوم اختياري داني كان باختياري خوتا يعني تواني صبر بقري أو كي ترشي اضطراري يعني مجبورة بي كصبر بقري. والاختياري أكمل من الاضطراري أو كتو آرام بقري وصبر بقري بويستو إرادي خوت طبعا أنا باشتر أو يعني مجبور بي كصبر بقري. فإن الاضطراري يشترك فيه الناس ويتأتى ممن لا يتأتى منه صبر الاختياري يعني همو كسي أتواني يعني زور إلى خلشية أتوانن أمان أنجام بدن أم آرام قرام بله بخواتره. ولذلك كان صبر يوسف صبر قردن وآرام قردن يوسف لسر تاوانك كامرأة العزيز باني كرد خزاني عزيز أمان قال يعني بخواتر بو لو براكاني كده أنا أو جبو واين لي كردو لي أندا وفروشتيان أما ده صلاة هنا بو صبر بقدر صبر نقدر هذا واقع كوايا شيء والله ما أوكي ترنا أيتواني صبر نقدر فرجين بالروتان حاشا بيغمر يوسف أيتواني خراب بكا والله نيكل لبروي إيماني نيهشت ماله. فإن الإنسان لا يستغني عن الصبر
في حال الأحوال، لأنه يتقلب بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه ونهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقا، ونعمة يجب شكر المنعم بها عليه. وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارق فالصبر لازم إلى الممات. ما هر وەکوی نەگانی پێشەوە کە ئینسان لە هەموو حاڵەتی ژیانێ پێویستی بە سەبرەوە، چونکە بۆ عنوان السعادة ثلاثة، يعني إما إذا أعطي شكر وابتلي صبر وأذنب استغفر، يعني پێویستی بە هەمووی پێویستی بە سەبرکردن و ئارامگرتنە، چی لە خۆشیە بی، چی لە ناخۆشیە بی، چی لە تاوانە بی، وەکو باسمان کرد. فالصبر لازم له إلى الممات، حتى ئەمرێ پێویستی بە سەبر و ئارامگرتنە. وكل ما يلقى العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما يوافق هواه ومراده، والآخر يخالفه، وهو محتاج من الصبر في كل منهما. أما النوع الموافق لغرضه كالصحة والجاه والمال فهو أحوج شيء إلى الصبر فيها من وجوه. يعني إنسان أواني كدي بسرية للدنيا دو نوعا، يكميان بي خوشة وموافقي هوا ونفس آرازوي خويتي، بلام أوي دوم بي ناخوشة ومخالفي بيتشواني هوا آرزوكيتي، أوي وهو محتاج إلى الصبر في كل منهما. لهذا شيء بيوستي بأرام قلتنا يكم متمن أوكو الصحة والجاه والمال، أو يعني كبيتخوشة كالشصاغ بي دولة من بي مالو من دالة بي، والله ما مش صبري قركا، وهو أحوج إلى الصبر فيها من وجوه. لكن الرؤيكو بيوستد بصبر قردن وآرام قردن لسري لسر خوشيقان ونعمتكان. بله أحدهما لا يركن إليها ولا يغتر بها ولا تحمله على البطر والفرح المذموم الذي لا يحب الله أهله. أما برسيار ابن سن ما الصبر الواجب على الإنسان اتجاه ما يوافق هواه ومراده. صبر چۆنی بێت دەربارەی شتانی کەوا موافقی خۆشیەکانتە، ئەو شتێک کە خۆت پێت خۆشە و هەوا ئارەزوت لەسەرێتی. یەکەم أحدهما ألا يركن إليها، يعني أو خۆشیانەی کە خوای تبارك وتعالى پێتی بەخشیوە، يعني هەر خەریکەوە نەبی. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، يعني هر خەریک ئەو نعمەتانە بی، يعني دنیات بس بو، يعني جيانت بس بو شتانه به كوا خوي پروردگار پێت بەخشێ، چی لە ماڵ بێ یان منداڵ بێ. يعني هەندێک خەڵکێ ژیانی هەمووی سەرفەکە بۆچی؟ بۆ دەسەڵاتەکەی، بۆ ماڵ مولکەکەی، یان بۆ منداڵەکانی. ئێتر ئەوەی حەقی خوای تبارك وتعالى بێ ئەگەی لێ نییە. ئەمە غەڵەتە. ئەمە یەکەم. دووەم يعني زۆر هەوڵ نەدەی بۆ دەستکەوتنی ئەو شتانە، يعني هەموو تەقەلاتەوە نەبێ کە تۆ چی بکەی بەس دنیات دەستکەوێ. نا، چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فەرمیێ من كانت همه الآخرة جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت همه الدنيا فرق الله شمله ولم تأته الدنيا من الدنيا إلا ما كتب له فيها. بله سيم والله أو نعمتاني خوي پروردگار پێتی بەخشیوە، حەقی خوای گەورەی لێ بدەی، يعني چۆن وەکو ماڵت هەیە زەکاتی بدەی، علمت هەیە بیبەخشی، و صحەت و جوانی و منداڵ و ئەمانە هەمووی حەقی لەسەرتا کە ئەو حەقانی خوای تبارك وتعالى دەربارەی ئەم شتانە فەرمانی پێی کردووە تۆ جێبەجێ بکەی. الرابع يعني بو حرام جێبەجێ نەکەی. ماڵت هەیە ئەو ماڵ نەبێتە هۆکاری تو زیناکردن و دزیکردن و غەشکردن و تەعەداکردن لە خەڵک. جوانیت هەیە وات لێ نەکە ئەو جوانیە تووشی زینا بێ، تووشی بەدڕەوشتی بێ، و هەروەها يعني باقی شتەکانتر. قال بعض السلف البلاء يشق عليه مؤمن الكافر ولا يسمع العافية إلا الصديقون. سبحان الله. يعني أفرمي بلا مصيبات همو كسي صبري لسر أقريه، كافر و إيمان دار. بلا شكوت ما كاتب بلا تيدا سرد
يعني مجبور بي يعني قال أول شيء صبري نقري كابري كافر لنهاية تشيء نبي لتشوتوا بلام لا يصبر على العافية إلا الصديقون إلا رزقه كان نبي هذا والله وقال عبد الرحمن بن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر ولذلك يحذر الله عباده يحذر الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولاد فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله. بلى يعني أفرمي ابتلينا عبد الرحمن كري عوف ابتلينا بالضراء صحابة شيء ناخوشي هاتن ما قالوا من دالين جيش لما كه جت يعني كربو مدينة وترس كاتي أحزاب هاتنا جياني كاتي لأحد هاتنا جياني ترس وناخوشي بلام صبر ينقرت آرام ينهبوا بلام ابتلينا بالسراء فلم نصبر بوي في غمر خاصة صلى الله عليه وسلم كاتي أبو عبيدة لا بحرين ديتوا كومول هني بيا يعني خراجي بحريني بيا دسكوتكاني بحرين لا زكاة وصدقات أو شتانو برو بمكان خلقي زور كوقت اللي دوري مدينة بون لعوالي ولو شنانة بون ك دوري مزقوتي في غمر خواب عليه الصلاة والسلام هم رجع آمادة نابون بيانيان يعني كاتكان لن يجركان بلام أو بيانية هر هميان آمادة بون لن يج بياني وكاتب في غمر خواب صلى الله عليه وسلم هل صابراتوا هميان خواه روينا بيش في غمر خواب صلى الله عليه وسلم بوي في غمر خواب دسكرة في كنين وتي ما الفقر أخشى عليكم من لفقيري لثانا ترسم ولكن أخشى أن تفتح لكم الدنيا أو تبسط لكم الدنيا أبوابها فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم هترسم دنيا درجاتها بو بكاتوا وإيوش باوشي بكانوا منافسة بكانوا بهلاك تنبري چونکە بۆ إنسان قال فقير بوشتێکی نییە لێی بترسێ شتێکی نییە بەڵام کە دنیای هەبوو سێرەکەی دڵی لای دنیاکەیەتی طاعەتی خوای گەورە چاک ناکە ناتوانێت بێ بۆ مزگەوت ناتوانێت جیهاد بکە هەموو شتێکی لە منعەکە بۆیە یەکێ لە پێغەمبەران عەلەیهیم سەڵات وسەلام کاتێک کە دەرچوو بۆ غەزا ئەوێتەوەی کە ژنی تازە هێناوە بە نێ لە گەرمان ئەوەی خانووەکە با نێ لە گەرمان بۆ ئەم شتانە یعنی دڵی لەلایەتی بۆیە ئەگەر دنیات هەبێت دڵت لایەتی وەڵڵاهی ناتوانێت جیهاد بکەیت بۆیە کەسی فەقیر و لاواز ئەم دینە سەرەخەن وەکو سەرخرا بە سەحابە ڕەزا و ڕەحمەتی خۆیان لێ بێ خۆی پەروەردگار ئەم ئاەتەی بۆمان هێناوتەوە کە یا ئەیها الذین آمنوا لا تلهیکم ئەموالکم ولا ئەولادکم عن ذکر الله ئەم شتانە وات لێکا کە ذکری خوای گەورە نەکەی ماڵ و منداڵ و خێزان وات لێکەن ذکری خوای گەورە نەکەی بە حساب خۆت ئەم شتانە مای سەرفرازی بۆ تو ماڵ منداڵ وایە بەڵام خوای گەورە نهایەتی ئاەتەکە کۆتایی بەچی هێناوتی فأولئك هم الخاسرون ئەوانە زەلەرمەندن واتە دەستگردن بەم شتانە وا نەزانی سەرفرازی بۆ تو بەڵکو ئەمای خەسارەتمەند دیتە کاتێککە واز تاعەت و عیبادەتی خوای گەورە بێری بکەویتە دوای چی دوای ماڵ و منداڵ واز لە عیبادەتی خوای گەورە بێنی مجال نەما بۆیە کۆتایی پێێنی إن شاء الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم ولا خوي زور شتێوای نەمابوو ولا خوشتێکی مابوو زۆر متعلق بوو پێەوە تاوێکی احتیادیە ئەی دەست خۆش بارك الله بەڵێ ئەمە یەکەم جۆر بوو مامۆستاگیان کە وتمان چییە موافقەی هەوا و ئارزوەکان بوو ئەو شتانی کە پێویستی بە سەبرە کە موافقەی هەوا و ئارزووتە بەڵام ئەمە جۆری دووەمە کە چی مخالفەی هەوا ئارزوەکان دەبزای ئەمەیان چۆن سەبر و گوینە سەری والمعاصي أو لا يرتبط أوله باختياره بالمصائب أو يرتبط أوله باختياره ولكن لا اختيار له في ذاته بعد الدخول فيه. بله يعني نوع جوري دوم چیە ئەلەو کەوا مخالفەی هەوات مخالفەی حەز و ئارزوەکانتەکە لا يخلو إما أن يرتبط باختيار العبد طبعا أوش كوا مخالفي هوا أرزقاتها يا أنت باختياري خوت أتواني وازي لبيري صبر بقي لسري كأوش طاعات ومعاصية يعني طاعات باختياري خوتي أنا طاعتي خوي قالوا باختياري خوتها ومعصية هل اختياري خوتي أنا اختياري خوتها أو لا يرتبط أوله باختياري كالمصائب سرتاكي باختياري خوتنية بل كوتاكي باختياري كيه باختياري خوتها توشي مصيبتي مال دزدي منال دزدي أما بدس خوت نية
نەخۆشەکەوی بەدەست خۆت نییە بەڵام سەبرکردن لەسەری بەدەست خۆتە. ئەو يرتبط أوله باختياره سەرەتاکەی بەدەست خۆتە، خۆت نەکەیتە ناو ئەو شتانەوە بەڵام لا اختيار له في إزالته بعد الدخول فيه واتە التعرض للمصيبة. تۆ اختیاری خۆتە بڕۆیتە گشت کافرێکە، بڕۆی خۆت ڕوتۆکەی سەرمات بێ، ئەمە بەختیاری خۆتە. بەڵام کاتێکە نەخۆشەکەوی بەختیاری خۆتە چاکبی نە، کاتێکە خۆت کردە گژ بەڵام موسیبەتێکە گژ کابرایکی زاڵم و کافر و ئەو شتانە بەدەست خۆت نییە بە ئاساین لە دەستی ڕزگارت بێ. بەڵێ سێ جۆرە وەکو باسمان کرد. القسم الأول ما يرتبط باختياره وهو جمع أفعاله توصف بكونها طاعة ومعصية. بەڵێ فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى الصبر عليها لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية. أما جوري يكم حتى إذا لبركن ما يرتبط باختياره أو كباختيار خود أتوين صبري لسر بقري وهو جميع أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية، يعني أو كدواني كوا شيء طاعة خوي قربه شيئا معصية خوي قربه. فأما الطاعة فالعبد محتاج إلى صبر، طاعة خوي تبارك وتعالى يعني تو محتاج ويك صبر بقري لسر طاعة، لأن النفس بطبعها تنفر عن كثير من العبودية. نفس إنسان حسب طاعتناك حسب حربه بكيف خوي وهيج قيد وقيود لسدينا به. بله بۆیە چەند نمونەیەکمان بۆ تێرێتەوە، نمونەی نوێژ و نمونەی زەکات. بەڵێ تەواو ئەو خۆتان دوایی بخوێنەوە لەبەرەوەی نمونەی هێناوە. القسم الثاني ما لا يدخل تحت الاختيار وليس لعبده حيلة في دفعه كالمصائب، وهي إما أن تكون مما لا يصح لآدمي فيه كالموت والمرض، والثاني ما أصابه من جهة آدمي كالسب والضرب. أما باسمان کرد وثمان جوري دوم چییە؟ ما لا يدخل تحت الاختيار وليس للعبد حيلة في دفعه كالمصائب. وثمان باسمان کرد وما یەکەمەکەی بەدەست خۆت نییە بەڵام لە کۆتایەکەی بەدەستی خۆتە، وەکو مردن وەکو نەخۆشی ئەو شتانە. والثاني ما أصابه من جهة آدمي كالسب والضرب، يعني کەسێ لێت بدا ئەمە بدایەتەکەی بەدەست خۆت نییە بەڵام تۆ دژێن نەدەی شۆکەوەی لی نەدەی ئەو بەدەستی خۆتە. ئەترەمە تێتە سەر مقاماتەکان هەر وەکو ئەوەیە کە باسمان کرد پێویست ناگە باسکە إن شاء الله تعالى چونکە هەر تفصيلە بۆ أو سيجوريك باسمان کرد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم أجمعين. سلام يا ربي.